أنا سيدة أبلغ من العمر 46 عاماً. ربيت بنتين لوحدي بعد وفاة زوجي. تزوجت الأولى واستقرت، وبقيت معي الصغيرة. كنت أحاول جاهدة أن أكون لها الأم والأب، والحمد لله الظروف كانت ميسرة. زوجي رحمه الله كان حريصاً جداً على المستقبل. كان يدخر باستمرار خوفاً من أي ظرف طارئ. سجل الشقة باسمي ووضع مبلغاً من المال في حسابي الخاص، بالإضافة إلى ما خصصه للبنات. كان يحبني بجنون، ولم يزعلني أبداً، ولا تركني يوماً وحيدة. رفض السفر مراراً لأنه لم يكن يستطيع العيش بعيداً عني، وأنا كذلك. كنا نعيش قصة حب استثنائية، وكنا سعداء جدا لدرجة أن الناس كانت تتعجب من حياتنا. بعد زواج ابنتي الكبرى توفي فجأة. انهار عالمي. شعرت أن الزمن توقف، لكن ابنتي الصغرى كانت بحاجة إلي، فتمالكت نفسي. خطبت الصغرى لشاب محترم متعلم وسيم وذكي، لكن ظروفه المادية متواضعة. وافقت عليه لأنه كان يحبها ويخاف عليها. اقترحت عليهما أن يعيشا معي بدل أن يبدأ حياتهما في شقة إيجار. رفضا في البداية، لكن بعد إلحاح وافقا. جهزنا الشقة على ذوقهما، وجعلت لي غرفة صغيرة بحمام خاص حتى لا أزعجهما. تنازلت عن كل شيء من أجل سعادتهما. كنت أتركهما يتناولان الطعام وحدي دابفا الوقت، إلا يوم الجمعة حيث كنا نجتمع. كنت أحاول ألا أشعرهما بوجودي كثيراً حتى لا يحسى بالحرج. وفي أحد الأيام، وأثناء مشاهدة فيلم رومانسي، تذكرت زوجي فبكيت بشدة. دخلت غرفتي وأنا أعيش الذكريات، وبدأت أشتاق إليه لدرجة أنني لم أعد أعرف كيف أسكت هذا الألم. المفاجأة كانت تنتظرني في الصباح التالي. في اليوم التالي علمت أن ابنتي الكبرى على وشك الولادة، وابنتي الصغرى حامل أيضاً، لكنها ممنوعة من الحركة. اضطررت أنا وزوج ابنتي الصغرى، دعنا نسميه كريم، للذهاب لزيارة الكبرى. لم نجد مواصلات خاصة، فركبنا الأتوبيس في وقت الذروة. الزحام كان لا يحتمل. وقف كريم خلفي ليحميني من الزحمة، لكن بسبب المسافات المتقاربة جداً، حدث ما لم يكن في الحسبان. شعرت فجأة بجسده ملتصق بي بطريقة غير طبيعية، وأحسست أنه فقد السيطرة على نفسه. تجمدت مكاني، لم أستطع الكلام ولا التحرك. ظل الحال هكذا حتى وصلنا إلى وجهتنا. نزلنا من الأتوبيس في صمت مميت. بدأ كريم يعتذر بحرج شديد: سامحيني، والله غصب عني، أنا بحب بنتك جدا، لكن من كتر ما بسمع كلامك الناضج وأرى أخلاقك العالية، كنت كل يوم أزداد تقديرا لك. بنتك لا تأخذ منك الكثير، وأنا كنت أتمنى زوجة مثلك. صدمت من كلامه، وقلت له بغضب: ابنتي ست البنات، لكن المشكلة منك أنت، لأنك غير متفاهم معها. قال لي: ليس صحيحاً، أنت تعرفين كيف تعاملني. هي عصبية ومتدلعة جداً، وأنا أحاول قدر الإمكان أن أمشي الدنيا، لكنها تصطدم بي حتى في الحقوق الزوجية. حاولت إنهاء الحديث، لكن كلماته ظلت ترن في أذني. شعرت بمشاعر متضاربة: غضب، حيرة، واهتزاز داخلي لم أشعر به منذ سنوات. عدنا إلى البيت بعد أيام، فوجدتهما متخاصمين. حاولت التوفيق، لكن ابنتي كانت عصبية جدا، وخرجت من البيت دون أن تخبرني، وذهبت إلى خالتها. كنت مرهقة جدا، فدخلت غرفتي ونمت. في منتصف الليل سمعت طرقا على باب غرفتي. طرق الباب، ظننتها ابنتي، فقلت: ادخل. فإذا بكريم يدخل. ارتبكت جدا. كنت نائمة في ملابس خفيفة بسبب شدة الحر. حاولت التحرك بسرعة لأرتدي شيئا، لكن عينيه كانتا مثبتتين علي. سألته عن نهى ابنتي، فقال: إنها ذهبت دون أن تخبره. اطمأنن عليها بعد الاتصال بخالتها. طلبت منه أن يتركها ليلة ثم يعيدها غدا،
ثم جلسنا نتحدث ساعات طويلة. بدأ كل منا يفضفض للآخر. هو يشكو من عصبية ابنتي، وأنا أحكي له عن زوجي الراحل، عن حبي له، عن وحدتي، عن حرمان السنوات الأخيرة. كان حديثاً عميقاً، صادقاً، مؤثراً. شعرت أنه يفهمني، وأنه يرى في أشياء لم أرها في نفسي. اقترب مني أكثر، وحاولت أن أمنعه، لكن جسدي كان يخونني. لم أكن أتخيل أبداً أن يحدث ما حدث، لكنه حدث. كانت ليلة كالألف ليلة، شعرت أنني أعوض فيها سنوات من الحرمان العاطفي والجسدي. لم أكن أحس بأي شيء في الدنيا سوى أنني أريد الاستمرار في تلك اللحظة. لكن بعد أن انتهى كل شيء، غمرني شعور رهيب بالذنب والخزي. كيف أستطيع أن أنظر إلى ابنتي في عينيها؟ كيف أستطيع أن أنام وأنا خائنة لأمانة زوجي الراحل؟ لكن في نفس الوقت شعرت أنني حية مرة أخرى، أنني امرأة مرغوب فيها. كان جسدي قد نسي كل شيء، والآن تذكر. استمرت الأيام التالية في حالة من الضباب. نظرات كريم إلي تغيرت، صارت أكثر عمقاً وإلحاحاً. كنت أتجنبه، لكنه كان يبحث عني. وفي اليوم التالي جاءت نهى مع خالتها وتصالحت مع زوجها، لكنني بقيت في حالة صراع داخلي لا تطاق. بينما كنت أحاول التظاهر بأن كل شيء طبيعي، وجدت نفسي فجأة مضطرة لاتخاذ قرار مصيري. بعد أن عادت نهى إلى المنزل، حاولت أن أتصرف بشكل طبيعي، لكن عيون كريم كانت تتبعني أينما ذهبت. كان يمدحني أمام ابنتي بطريقة غير مباشرة، ويشير إلى ذوقي وترتيبي وحناني. كنت أشعر بالحرج، وابنتي لم تلاحظ شيئاً لأنها كانت مشغولة بحملها وعصبيتها. في أحد الأيام غادرت نهى لزيارة صديقتها، وبقيت أنا وكريم في المنزل. فجأة دخل علي في المطبخ وأمسك بيدي، همس في أذني: لا أستطيع التوقف عن التفكير فيك. حاولت إبعاده، قلت له: هذا حرام، هذا غلط، ابنتي، زوجتك. لكنه قال: أنت لست أمها فقط، أنت امرأة رائعة، وهي لا تشبهك أبداً. لماذا نعذب أنفسنا؟ شعرت بالضعف مرة أخرى. صرخت فيه بهدوء: ارحل، ارحل قبل أن أصرخ. غادر، لكن كلماته ظلت في رأسي. في الليل لم أستطع النوم. بدأت أراجع حياتي. هل أنا حقاً أستحق أن أعيش وحيدة بقية عمري؟ هل كان زوجي يريد لي أن أظل في حالة موت إكلينيكي عاطفي؟ لكن في المقابل كانت ابنتي تثق بي تماماً وتعتبرني قدوتها. كيف أخون هذه الثقة؟ مرت أسابيع. في إحدى الليالي كان كريم في حالة سكر خفيف، نادراً ما يشرب، ووجدني وحدي في الصالة. انهار باكياً. قال لي: أنت الوحيدة التي تفهمني. ابنتك تعاملني كخادم، أنا تعيس معها. حاولت تهدئته، لكنه ضمني بقوة. هذه المرة لم أستطع المقاومة. حدث ما حدث مرة أخرى، لكن هذه المرة كان أكثر خطورة، لأنني لم أعد أشعر بالذنب بنفس الحدة. بدأت أبرر لنفسي: أنا لم أسرق أحداً، أنا أخذت شيئاً كان مسموحاً لي به من قبل القدر، ثم حرمت منه. لكن في الصباح رأيت ابنتي جالسة على الأريكة التي كنا عليها قبل ساعات. نظرت إلي بعيون غريبة، سألتني: ماما، أنت تعبانة؟ وشك متغير. ارتجفت، قلت: لا، أنا بخير. لكني عرفت أنها بدأت تشك. في تلك اللحظة رن هاتف كريم، وكانت المكالمة من نهى. خرج كريم ليرد على المكالمة في غرفة النوم. بقيت أنا ونهى في الصالة. سألتني فجأة: ماما، أنت لاحظتي إن كريم بقى قريب منك أوي الفترة الأخيرة؟ كدت أختنق. قلت: لا يا حبيبتي، هو بيحبك أنت، أنا مجرد أم. قالت: أنا بحس إن في حاجة غلط، بيحمد فيكي كتير قدامي، وبيقارن بيني وبينك بطريقة مش طبيعية.
هنا شعرت أن الأرض تهتز تحت قدمي. قلت لها بلهجة حادة: لا تقولي كلاما يرضي الشيطان، أنا أمك وهو زوجك، احترمي نفسك. لكن صوتي كان مرتجفا. نظرت إلي طويلا ثم قالت: ماما، أنا حامل ومتعب نفسيا، أرجوك لو في حاجة بتكتميها عني قوليها دلوقتي. بكيت. بكيت كثيرا، لكنني لم أستطع أن أنطق بالحقيقة. احتضنتها وقلت: لا تخافي، أنا دائما هنا لأجلك، أنا لا أخونك. لكن كريم خرج بعد المكالمة وبدا متوترا. رمقني بنظرة عميقة ثم قال لنهى: تعالي نخرج نتمشى شوية. خرجوا. جلست وحدي ساعة كاملة، ثم قررت أن أتصل بكريم على هاتفه المحمول. لم يرد. أرسلت له رسالة: لا يمكن أن نستمر هكذا، سأخبرها كل شيء إذا لم تبتعد عني. وبعد دقائق جاء رده: ستخسرينها أنت أيضا إذا تكلمت، سأقول إنك من أغرتني. شعرت بالغدر. هذا الرجل الذي أحسبته نزيها يهددني. أغلقت الهاتف وبدأت أحزم حقيبتي. لابد أن أرحل، لكن إلى أين؟ بيت ابنتي الكبرى؟ لا، ستفهم الأمر قريبا. بيت أختي؟ ستسأل. قررت أن أذهب إلى فندق لليلة ثم أفكر. بينما كنت أخرج من المنزل فوجئت بهما عائدين. نهى نظرت إلى حقيبتي وقالت: ماما، رايحة فين؟ صمتت ثوان ثم قلت الجملة التي غيرت كل شيء. قلت: رايحة أعتمر، أنا محتاجة أروح الحرمين، شوية أدعي لوالدكم وليكم. نهى نظرت إلي باستغراب. مفاجأة، ما قلتليش قبل كده؟ كريم كان واقفا صامتا، لكن عينيه كانتا تقولان: اهربي، اهربي قبل أن تفضحي نفسك. ابتسمت لهما ابتسامة مصطنعة وقلت: كان نفسي أسافر من زمان، لكن لولا تعبكم وظروف الحمل كنت قلت لكم. المهم، سأكون غائبة أسبوعين، اعتني بنفسك يا نهى، واعتني بها يا كريم. ضممت ابنتي وبكيت بحرقة، كانت دموعا حقيقية. ركبت التاكسي وأنا أشعر أن قلبي يتقطع. في الطريق إلى المطار أرسلت لنهى رسالة طويلة: يا حبيبتي، أنا أحبك أكثر من حياتي. إذا غبت فاعلمي أن السبب هو أنني لا أريد أن أكون سبباً في شقائك. لا تتردي في مسامحتي على أي شيء، لأني لم أقصد إيذاءك يوماً. سأرسل لك العنوان بعد أن أصل، تعالي إلي عندما تشائين. أحبك. ثم أغلقت الهاتف وأطفأته. في المطار حجزت رحلة إلى تركيا، مكان لم نذهب إليه أنا وزوجي أبداً. أردت أن أبدأ حياة جديدة من الصفر، لكن بداخلي كنت أعرف أن الهروب لا يحل المشكلة. ستبحث عني نهى، وسيجدها كريم، وسيحدث ما سيحدث. لكن في تلك اللحظة كان الهروب هو كل ما أملك. بعد أسبوعين وأنا جالسة في فندق باسطنبول، فتحت هاتفي، وجدت 23 رسالة من نهى، و8 مكالمات فائتة من كريم، ورسالة واحدة من ابنتي الكبرى: ماما، نهى عرفت كل شيء، هي مش عارفة تصدق، تعالي عشان تحكي الحقيقة، أو لا تعالي أبدا، اختاري. جلست أبكي لساعات، وفي صباح اليوم التالي حجزت تذكرة العودة، ليس لأنني شجاعة، بل لأنني أدركت أن المواجهة هي الطريق الوحيد للخلاص. على متن الطائرة كتبت في مذكرتي: الحب أحياناً يكون جريمة، لكن الجريمة الأكبر أن تهرب من عقوبتها.